يا مساء الانوار ويا مساء العسل ويا مساء الدفى. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مش تنسوا بقى تحطوا لنا لايك كده وتقولوا لنا كومنت حلو كده، ويلا نتشجع. طبعا الفيديوهات دي كانت متصوره من زمان بس ما كنتش نزلتها، مش عارفه تنزل لكم امتى. ب- بس ان شاء الله قريب يعني. هنا بقى ايه، انتوا عارفين طبعا ان حوالين الشاشة ما كانش فيه اي ديكورات، فكنت حابة ان انا اعمل ارفف كده. فدورت ولقيت ان الارفف التانية اللي هي في ارفف كده تحسوها عاملة زي الابلكاش، فمش عجبتني خالص، وكمان بمبلغ كبير مش صغير. فما قلت طالما مبلغ بقى يبقى اعمل حاجة نظيفة ويبقى شكلها برضو حلو، يعني نفس الشكل اللي انا كنت عايزاه، بس بدل ما يبقى بلاكيش يبقى ايه، خشب وشكله جميل. فجبت بقى حد يعمل لي، ياخد مقاسات كده وظبط لي الدنيا، وعملت الايه الارفف دي. طبعا جبت الفازة اللي فوق ديت اللي هي في السمرة السودة ديت، كانت جايباها ب250 جنيه. اقول لكم على الاسعار على حسب ما انا كنت فاكرة يعني. وجبت الزهرية الصغيرة خالص دي، كانت تقريبا ب35. وقلت اجيب بدل بقى ما ايه، كنت عايزة اجيب الحرف بتاعي، وبعدين محمد قعد يقول لي لا انا هجيب الحرف بتاعي انا وبتاع. قلت له والله ما انا كسفاك. وبعدين جيت سألت يا بنات على الكتب اللي هي الديكور، لقيتها بصراحة غالية يعني، ومش هستفاد منها بحاجة. فقررت اجيب كتب عادية خالص، ونفس السعر تقريبا، بس الواحد هيبقى يقرا فيها يستفاد منها بحاجة. بحيث يبقى انا دفعت بمبلغ بس استفدت منه بحاجة. وجبت الشجرة دي، وكمان علقت في افرع الانوار، واداني الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه كده. تحس ان بقى الشتا جاي، بس جاي عندي متأخر. قلت بقى ايه، طالما ظبطت كده الاجواء يا بنت يا شوشو، قومي بقى ايه نحضر كده ايه كيكة الدقيقة. بدل ما في المج هنعملها في الطاجن الصغير ده. اعملوها وجربوها، طبعا هتعجبكم، طبعا كلكم عارفينها وكلكم شاطرين وما شاء الله عليكم، يعني انا اتعلم منكم كمان. جبت هنا بقى ايه، معلقتين من الدقيق. بمناسبة ان الدقيق بقى غالي، كل حاجة غالية، فالواحد يحاول يحافظ على بقدر الامكان على كيلو دقيق اللي عنده. وجبت كمان معلقة كاكاو، واحط كمان معلقة من السكر. يبقى المقادير تاني: معلقتين من الدقيق الابيض، ومعلقة كاكاو، ومعلقة سكر. انا قلت ادلع نفسي بقى وكده. وكان بص، أنا تقريبا كل التصوير بتاعي كان عبارة في يوم جمعة تقريبا. فقلت اكافئ بقى نفسي ان انا كنت خلصت الشقة وكده، فقلت اعمل لي حاجة حلوة. وكمان هنا ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، يا دوب رشة صغيرة كده. طبعا يا بنات الكيكه دي ما بيتحطش فيها ولا بيض ولا زبده ولا اي حاجه يعني. ومعلقه صغيره، معلقه كبيره يعني من الزيت، واقلبهم مع بعض. طبعا كميه اللبن اللي انا هستخدمها تختلف من دقيق لدقيق، يعني انتي على حسب ما هتحطوا ويديك الدقيق قوام الكيكه العاديه اللي احنا متعودين عليها. فانا مثلا خد مني حوالي ربع كوبايه من اللبن. وما تحاوليش تزودي يعني، عشان مش تبقى العجينة صيصة منك خالص، انا عايزاها نفس القوام بتاع الكيكة العادية خالص. فمش هقدر احدد يعني، انا بالنسبة لي انا خد مني ربع كوباية لبن او ربع كوباية ومعلقة صغيرة يعني، فاهمين؟ فانتوا بالنظر كده هتعرفوا اذا كنت محتاجين اكتر او اقل. هبدأ اقلبها كده. وبعدين ايه، فكرت بقى، انتوا عارفين شوشو لما بيحب يلعب في الدماغ، فقلنا نعلي التست شوية كده. ورحت جايبة كمان ايه، قطعة شوكولاتة خام كده وحطيتها فيها. زودتها الشوكولاتة وخليتها بصوا غرقانة من الشوكولاتة الخام كده، عشان تطلع لي ايه سايسة كده في نفسها. طبعا ما بتاخدش كتير، هي دوب دقيقة في الميكروويف. وبعدين عايزاكم قلت لي على حاجة، باركولي يا وليه، جبت اخيرا الميكروويف. انا كان عندي الفرن اللي بالكهرباء، بس حسيت ان الفرن البوتاجاز بيغنينا عن فرن الكهرباء، فعنته يعني، شلته كده، قلت الوقت ما ابقى احتاجه هبقى ايه اطلعه. واشتريت الميكرويف يعني، باركولي عليه بقى وكده. فانا حطيت هنا كيكه على دقيقه.
زي ما انتوا شايفين بقى كده طلع كده يا خراشي على الجمال. والله العظيم هي كانت صيصه من جوه، الشوكولاته كانت صيصه من جوه، بس ايه ما كانتش باينه في الفيديو. كان نفسي اقلبها لكم، بس انا تفتكروا ليه ما قلبتهاش؟ كانت دماغي فين ساعتها؟ المهم يعني، فبصوا ما خدتش اكتر من دقيقه. بصراحة تحفة ومش مكتومة وهشة جدا والله. وبصوا هتحسوا فيه سنة غمقان كده من جوه، تحفة. وعملنا بقى ايه الكيكه اهي، وعملنا شويه كاكاو. هقول لكم برضو الكاكاو ايه طريقته، بس إيه، عم جبت هنا كوبايتين لبن وقلت اغليهم واحضرهم لعند ما كانت الكيكه في الفرن يعني، في الميكرويف. وبعدين جبت من غير بقى ما تحط سكر وحاجات من دي، هو بس يا دوب معلقتين من الكاكاو وعليهم اللبن على طول، وكده يبقى احلى هوت شوكليت. عايزين بقى تزوقهم بقى من فوق بس، يعني احنا بنحاول نعمل اي حاجة اقتصادية. يعني الواحد كان هين عليه يرش شوية، يحط شوية مارشميلو، يحط شوية كريم شانتيه، كانت هتبقى تحفة التحفة طبعا. بس الحالة الاقتصادية لا تسمح بهذا، ومعلش عذرا بتحصل في كل بيت مصري ان اللبن يتكب عادي جدا يعني. ف كان هين عليه والله احط شويه مارشميلو، بس قلنا خليها اقتصاديه اقتصاديه يعني. وعملنا احلى هوت شوكليت او كاكاو مع الكيكه وبألف هنا. تعال بقى نشوف الكاكاو مع الاجواء اللي احنا عملناها يا خراشة عليها. والله يا بنت يا شوشو تستاهلي مليون لايك ولايك. اشوفكم على خير باذن الله. وما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه، ويا ريت تعملوا شير كتير لاصدقائكم، واستنى كومنتاتكم الحلوه، واشوفكم على خير باذن الله.